ازاي تاخد حقك من شخص اذاك وتخليه هو اللي يجري وراك، وهو اللي يبقى متساب مش هو اللي سايبك، وهو اللي مقلوب عليه الترابيزة، وهو اللي مأذي منك مش هو اللي أذيك. أخد الحق حرفة. يعني ايه؟ يعني أنا دايما بقول في فيديوهاتي احنا مش بندافع عن نفسنا ولا بنكون رد فعل لتصرفات اللي قدامنا، لأ، احنا اللي بنهجم. يعني انا مش هبقى رد فعل لتصرفاتك، انا اللي هعمل تصرفات وانت اللي هتبقى رد فعل ليها. يعني مثلا انت جيت زقتني وقاصد وما اعتذرتش، وكمان جاي تقلب عليا الترابيزه ان انا اللي واقفه في وشك، فانا مش هعيط واقعد اعاتبك واقولك انت ليه عملت كده، لا انت قاصد، لا انت مش بتحبني، طب انا كمان هزقك واخد حقي. لا، انا هعاملك حلو جدا، احسن معامله في الدنيا، بس هاجي كده في وسط هزارنا هقوم ضربك بالقلم واقولك ايه، انا بهزر، ايه ده، هو انت بتتضايق من الهزار، ايه القمص ده؟ فكده انا اللي قلبت الترابيزه وانا اللي اخدت حقي، وبقيت انا اللي بعمل فعل بمزاجي في الوقت اللي انا عايزاه، مش انا اللي برد على تصرفاتك فحسستك ان هي ملهاش اهميه وان انت صفر على شمالي. مش هقعد ابص كل شويه ايه ده تقل، ايه ده اختفى، ايه ده عمل بلوك، واقعد بقى اعمل رد فعل على كل موقف. دايما حسس اللي قدامك ان انت مش شايف افعاله ومتجاهلها ومش واخد بالك منها. فالشخص التوكسيك هتلاقيه بيعمل نفس المثال اللي انا قلته على الشخص اللي زقني، هتلاقيه ان هو بيختفي من غير ما يعتذر ومن غير ما يقولك سبب، وبيسيبك كده في الدنيا براحتك، وكمان بيقلب الترابيزة عشان عايزك تعيط له وتجري وراه وتفضل متعلق بيه وتعاتبه. ما ينفعش ابدا تدخل في القفص بتاع ان هو تقعد تعاتبه وهو يقعد يقلب عليك الترابيزه وانت تدافع عن نفسك، لان انت كده بتعمل نفس توقعاته اللي هو عايزك تعملها، يبقى هو كده هيبقى نجح في اللي هو عايزه. لا، انت هتختفي تماما في الوقت اللي هو مستني انك تكلمه عشان تخالف كل التوقعات بتاعته. ولما يعدي فترة ويعرف ان انت مش هتتكلم، ويعدي فترة وتتكلموا، ساعتها هتخالف توقعاته تاني ومش هتعاتبه، هتعامله حلو جدا ولا كأنه عمل اي حاجة. يبقى انت كده اديت له 3 بوكسات. اولا عشت حياتك عادي واختفيت عنه ولا كأنه موجود. ثانيا لما كلمته خالفت توقعاته ان انت مش متضايق منه ومش بتعاتبه، وخليته صفر على شمالك، يعني انت كأنك ما شفتش اصلا التصرفات اللي هو عملها. لما انا عاملك حلو يبقى انت شخص مش مهم ابدا بالنسبة لي، فانت كده قللت من قيمته الحياتية اللي هو فاكرها ان هو واخدها في حياتك، وفي نفس الوقت رديت كرامتك وقيمتك اللي اتبعزقت الفترة اللي فاتت كلها. بعدها بقى هتبدأ تقلب الترابيزة على اي حاجة يوجهها لك.